ختاما، أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش أن الصناعة التقليدية الجزائرية لها أهمية عالية وخصوصية، مشيرا إلى أنها لها حيزا معتبرا في الإنعاش والتجديد الاقتصاديين، وذلك قصد ترقية نشاطات الصناعة التقليدية والارتقاء بها إلى مستوى صناعة حقيقية تساهم في التنمية المحلية والوطنية. وأكد ديدوش في كلمة له خلال أشغال اليوم الدراسي حول تقييم وتحسين الجائزة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف أن الموروث الثقافي للجزائر ضارب في أعماق التاريخ لما يملكه من تنوع وثراء، مشيرا إلى أن قطاعه الوزاري يعمل على حماية الموروث الثقافي من خلال كل أشكال المرافقة والتأطير والدعم المقدمة لفائدة الحرفيين لغرس ثقافة المقاولاتية قصد رفع من إمكاناتهم الإنتاجية وقدراتهم التنافسية وتمكينهم من التأقلم مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.